السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة الطبعة الريكو 4510 الأبيض أسود المالتي طباعة والتصوير. نبص على الحالة مع بعض. بسم الله ما شاء الله. حالة فرز أول، دخول كميات بفضل الله علينا. نشغل الطبعة مع بعض. عندنا هنا كابل الباور وكابل البرنتر. طبعا بنوصل كابل البرنتر هنا، تمام، وبنحط كابل البرنتر من هنا. طيب احنا دلوقتي برضه هنوصلها على النت عشان نجرب الطباعة مع الموبايل. طبعا هنا بيبقى زرار الباور، بنضغط عليه عشان الطبعة تفتح معانا. طبعا الطبعة بتتحمل معانا، ننتظر عليها 5 دقايق او اقل من 5 دقايق كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشاشة معانا تاتش، تمام، حملت معانا. طيب نجرب اول حاجة التصوير. دلوقتي انا حاطط ورقة هنا عاوز اصورها، بحط الورقة بتاعتنا ونقفل الغطا، نخش هنا، تمام، نضغط ستارت. طالما ده منور ازرق معانا، لو هو مش منور ازرق يبقى احنا مش عليه، طالما هو منور احمر يبقى احنا مش على التصوير. طيب نخش على التصوير، بالله ان ديت نورت معانا ازرق. طيب نطبع. هنلاقي الصورة معانا بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. طيب احنا دلوقتي عايزين نزود الحبر، بنضغط هنا. عايزين نقلل الحبر، بنفضل على دي. طيب عايزين نطبع وش وظهر، بنضغط هنا، نضغط مع بعض، بتمسح الاسكانر، بيمسح الصورة مرة عشان نطبع وش وظهر. نورت معانا هنا ازرق اهي، تمام. انا دلوقتي مفيش صورة ديت، مفيش صورة ورا، خلاص نطبع ديت مرتين مش مشكلة، وش وظهر. نضغط ستارت، بالله ان هي هتسحبها مرتين او مرة. بالله هنا الوش هنا والظهر بتاعها هنا، يعني هنا الوش وهنا الظهر. طيب احنا دلوقتي عايزين نطبع 3 نسخ. بنضغط على رقم 3 بيظهر معانا هنا، وبعدين بنضغط ستارت. نبص مع بعض. هنا ده منور احمر اهوت عشان بيسحب مرة. طيب التانية اهو، طبعا طالما منور احمر يبقى كده بيطبع هنا اهو. هنا دي معانا لو عايز ايه تطول عشان خاطر الورق ما يقعش. بنلاقي ال3 نسخ مع بعض هنا اهوت اللي الطبعة طبعت. طيب احنا دلوقتي عايزين نطبع. ما ينفعش نطبع واحنا على قائمة التصوير، لازم نطلع على الهوم. لو هنطبع من اللابتوب، بالله دي نورت معانا احمر، يبقى احنا كده نقدر نطبع والطبعة تستجيب من طباعة اللابتوب او من طباعة الموبايل، تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل تيست للطبعة. نخش على برنت، نخش هنا، نختار اول واحدة دي. بالله الطبعة طلعت معانا التيست الجميل بتاعها، طبعا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طيب احنا دلوقتي عايزين نجرب فوق. بنحط ده بتاعنا هنا، نرجع الكسر، نضغط هنا، وبعدين نضغط كده، بيتسحب معانا وبيتطبع معانا، تمام. والصورة التانية بتطلع من تحت، تطلع معانا من هنا، يعني هي بتخش من هنا بتطلع من هنا، تمام. طيب احنا دلوقتي مميزات الطبعة ده عندنا فيها مقاسات
المقاسات دي. تمام. طيب دلوقتي انا بشتغل على الاي 4 وعلى الاي 5، بشتغل على الاي 4 وبشتغل على الاي 5. طيب دلوقتي احنا دلوقتي على الاي 4. طيب الدرج الثاني هنا فيه درجين تقدر تشتغل اي 5. بنجيب الورق الاي 5 بتاعنا هنا وبنحطه ونحدد الماس اللي احنا عايزينه. طيب احنا عايزين نخلي، طبعا مش هينفع ان انت تطبع على طول، لازم انت تحدد الدرج الاولاني يطبع ايه والدرج الثاني يطبع ايه. فبنخش هنا على برينتر وبنضغط هنا، بنخش على حاجه اسمها سيستم سيتنج. تمام. بتخش على تري بيبر سيتنج. طيب انا عايز اخلي التري 1 اللي هو الدرج اللي تحت دهوت يطبع اي 4. بختار وبخليه، هو طبعا على اي 4 على ايه على اي 4 فمش هينفع ان انا اغيره. طيب ونخلي التاني ده على اي 5. انا هخليه على اي 4 قدامكم عشان نجرب تاني. تمام. بتخليه طبعا على اي 4 وبعدين تخليه على اي 5 زي ما انت عاوز. تمام. نرجع مع بعض. طيب احنا دلوقتي عايزين نجرب الطباعة من على اللابتوب او من على الكمبيوتر. نخش هنا كنترول بي. طبعا الطبعة ديت بتتعرف تلقائي، الطبعة ديت بتتعرف تلقائي على الجهاز، ما بتحتاجش تعريف. ده النظام ده الويندوز 10 بس. نضغط برنت، تبدأ الطبعة تسحب معانا الاي 5 الاول، لان انا محدد انها تطبع اي 5. طبعت معانا هنا الاي 5. طيب انا عايز برضو، طبعا انت مش هتقدر تغير الدرج كل شويه، مفيش تغيير ادراج، انت بتحدد الدرجين بيطبعوا معاك تلقائي على حسب ايه ما انت بتطبع من على اللابتوب او الكمبيوتر. طيب انا عايز اخليها دلوقتي اي 4. بختار ابلاي اوكي، بعمل برنت، بالتالي بتسحب معانا من تحت، سحبت معانا الاي 4 تلقائي. طبعا الشاشه معانا طبعا تاتش. تمام. طيب نجرب الطباعه من على الموبايل. هسيب لكم طبعا لينك البرنامج. طبعا دي شكل البرنامج لما بيفتح. بنعمل بحث عن ماكينه واضافتها، يبحث عن الماكينه. لازم طبعا نكون متصلين على نفس الشبكة، وموصلين كابل النت على نفس الشبكة. الطبعة طبعا بتيجي بحبر كامل 100%، والمندوب طبعا بيجي لغاية البيت بيوصلها وبيشغلها وبيعرفها وبيعلمكم عليها. طيب في اي مكان ان شاء الله. احنا دلوقتي الطبعة ظهرت معانا، بنعمل تسجيل. تمام. بنختار الطبعة اللي احنا اخترناها الاخيرة ديت، بنضغط عليها ونعمل، نرجع من السهم ونختار حاجة اسمها طباعة. طبعا هنختار صورة ونرجع لكم. وليكن انا اخترت الصورة دي. هنا في حاجة اسمها عندي اعدادات الطباعة قبل الطباعة، اعدادات الطباعة قبل الطباعة. انا عايز اعمل النسخ مثلا وليكن 5 نسخ، موافق. طبعا هي الطبعة بيض اسود، انا بختار المقاس هنا A5 او A4. طب نجرب اولا الاي 4 مع بعض. عمودي، طبعة جنب واحد. طبعا لو انت عايز تطبع دوبلكس بتعمل فتح اليسار وبتختار اكتر من صورة، ما ينفعش تطبع على صورة واحدة. طيب ما عندناش حاجة تانية هنا، بنعمل بدء. بنلاقي ان الطبعة بدأت معانا تسحب الورق. طبعا ما شاء الله الصورة ممتازة. طبعا دي اللزقة كانت في الصورة. تمام. كانت في الصورة ملهاش علاقة بالطبعة. الطباعة طالعة بسم الله ما شاء الله ممتازة. ال5 صور مع بعض. طيب نجرب مع بعض الاي 5.
اخترنا الصورة مع بعض 5 نسخ. طبعا عايزين نخليها 2، مفيش مشكلة. بنخلي الحجم E5 تمام. طبعا جنب واحد زي ما قلنا، وبنعمل بد. طبعا الطبعة تبدأ تطبع معانا E5. طبعا بنلاحظ ان هي طبعت معانا الصورتين E5. ضمان طبعا 4 شهور خدمة ما بعد البيع. مكاننا المنصورة طرخ الموقف القديم، شارع الهدى، آخر سور مدرسة عاطف الشرقاوي، شركة الهادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.